كلنا اتفرجنا على فريكي فرايداي، بس محدش كان جاهز خالص لفريكير فرايداي. مش تبديل جسدين، لا دي بقت حفلة تبديل أرواح. 3 أجيال عقولهم متلخبطة، مشاعرهم متداخلة، وانت هتتحبس في وسط كل ده من غير ما تحس. بس السؤال الأهم، هل ده فيلم فعلا ولا لعبة دواخين يا لمونة؟ فريكير فرايداي بيجي كجزء جديد من فيلم فريكي فرايداي اللي صدر سنة 2003، واللي بدوره كان ريميك لفيلم أصلا أقدم من كده. المرة دي بقى بنشوف 3 أجيال من الستات في بيت واحد، جدة وأم وبنت، وكلهم بيتبادلوا الأماكن والعقول بطريقة عجيبة، والنتيجة مواقف كتير، دراما أكتر وكوميديا بتحاول تلاقي لنفسها مكان في وسط الفوضى. لكن هل الفيلم حافظ على سحر النسخة الأصلية ولا ضاع وسط زحمة الشخصيات والتبديلات؟ النجمة لاندسي لوهان رجعت بعد غياب طويل، وهنا بقى بنشوفها في دور الأم اللي بتحاول تسيطر على حياة بنتها، وفي نفس الوقت بتدخل في مواقف كوميدية لما عقل بنتها هو اللي بيدخل في جسمها. أدائها كان فيه نضج وملامح من الشقاوة اللي اتعودنا عليها من زمان. أما بقى جيمي لي كيرت فكالعادة عندها حضور قوي وبتعرف تمسك الشخصية حتى لما بتكون في جسد الطفلة، وده مش سهل خالص. الكيمياء بينهم كانت واضحة جدا، والتجربة بترجعنا شوية لروح الفيلم الأصلي لكن مش بنفس الحماس. البنتين الصغيرين اللي اتبدلوا معاهم كانوا بيحاولوا يقدموا المطلوب منهم بالظبط، لكن واضح ان التركيز الأكبر كان على الأبطال والباقي مجرد أدوار لتحريك القصة. الإخراج هنا بقى كان بيحاول يواكب الزمن، لكن في حاجات بتحسسك إنه تايه شويتين، ما بين إنه بيقدم حاجات حديثة وما بين إنه بيحاول يرضي جمهور الفيلم القديم. التبديلات كانت كتير جدا، وأوقات كتير بنضيع في وسط مين في جسم مين في عقل مين دلوقتي. الإخراج معتمد على سرعة الإيقاع أكتر من اللعب بالمشاعر، وده خلى بعض اللحظات تفقد تأثيرها. السيناريو بيحاول يكون ذكي، بس بيقع كتير في فخ انه عايز يضحك كل الناس على كل جمله. النكت احيانا بتحس انها قديمه شويتين، واحيانا تانية بتكون فعلا ضحك من القلب. السيناريو كمان كان بيحاول يدخل كده رسائل من التفاهم العائلي، بس كانت بتضيع في وسط كوميديا مش دايما كانت في محلها. بصريا الفيلم بسيط جدا، ما فيهوش حاجه مبهره، كادرات تقليديه، الوان زاهيه بس مش مبتكره، كانك بتتفرج على فيلم ديزني قديم شويه ولكنه HD. المونتاج كان سريع احيانا زياده عن اللزوم، خصوصا في لحظات التبديل، وده زود من ارتباك المشاهد. أنا عن نفسي هدي للفيلم ده 6.5 من 10. فيلم لطيف فيه لحظات ممتعة، بس مش اللي هتفتكره كمان أسبوع. هو مناسب جدا لسهرة الويك إند، لكن ما يستحقش بصراحة إنك تنزل من البيت وتروح تقف في شباك التذاكر. مش هو الفيلم اللي هيغير رأيك في الريميك، لكنه إعادة إحياء عظيمة، محاولة دافية كده لإحياء ذكريات طفولتنا مع لمسة جديدة. لو بتحب تشوف لوهان وكيرتس الفيلم يستحق الفرصة، لكن بقى لو بتدور على حاجة يتقال عليها إنك لازم تشوفها يبقى خليك في الفيلم الأصلي. وسؤال سقراط، لو كان في يوم من الأيام ممكن تتبدل فيه مع حد من عيلتك، تختار مين وليه؟ سيب لي إجابتك في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان عندنا حاجات تانية كتير. سلام يا أبطال.